من بعد الاداء اللي قدمه المنتخب المغربي في كاس العالم غادي نشوف بزاف الانديه باغيه اللعابه المغاربه، خصوصا ان فتره الانتقالات الشتويه قربت. فقبل ما نبداو متشدر معك واحد اللايك وابوني او ليتس جو. اول واحد اللي هو ياسين بونو باغي بايرن ميونخ، ريال مدريد، استون فيلا، وتزادت حتى الانتر، خصوصا انهم غادي يبيعوا اونانا. فالفرقه المناسبه ليه هي الانتر. وبايرن ميونخ راه عندهم نوير واخا حاليا اصابه ما تعرف. نمشيو لتاني واحد اللي هو سفيان امرابط. القيمه السوقيه ديالو 25 مليون، اللي طلعت واحد طلعه صاروخيه من 10 مليون ل 25 مليون. فالعروض اللي كاينين دابا برشلونه، ليفربول، توتنهام، اتلتيكو مدريد، ولكن الفرقه الانسب ليه هي ليفربول، خصوصا انهم محتاجين الان لاعب ارتكاز. اما برشلونه عندهم بوسكيتش ولا مشى بوسكيتش، راه عندهم ديونغ، يعني قضيه صعيبه. ثالث واحد اللي هو عز الدين أناحي، القيمة ديالو السوقية حاليا 15 مليون، من 3 مليون ونص حتى ل 15 مليون، يعني طلع واحد طلعة صاروخية. فالفرق اللي باغيينو حاليا ليستر سيتي، نيوكاسل، برشلونة عندها مشاكل مالية يعني ما تقدش عليه، وتزادش حتى نابولي، خصوصا شي صحف ايطالية كتقول ان اللاعب الرغبة ديالو الدوري الايطالي. فتا نابولي ما بيش فرقة مزيانة كتنافس على الشامبيونز ليغ، خصوصا مع المدرب ديالها. فمزيان. رابع واحد معنا هو حكيم زياش، القيمه ديالو 20 مليون، طلعت من 17 مليون ل 20 مليون. فهادشي مزيان. كاين جوج فرق باغيينو، ميلان ونيوكاسل، ولكن المشكل اللي لقى زياش مع ميلان انه ما بغياش تعطيه الراتب اللي كيتراوح ما بين 8 المليون حتى 7 المليون. اما نيوكاسل راه لاباس عليها باخر، يعني ما يلقاش مشكله، والاحسن اللي يمشي ويكمل المسيره ديالو مع نيوكاسل. وعندنا يوسف نصاري بغي حاليا وسط هام، القيمه ديالو 15 مليون،